أمينة محمود الحفني هي أول مهندسة مصرية وعربية. اتخرجت من كلية الهندسة سنة 1950 من جامعة فؤاد الأول اللي هي دلوقت جامعة القاهرة. اتخصصت في الهندسة الكيميائية، وفي سنة 1961 كانت أول مصرية تحصل على درجة الماجستير في الهندسة الإدارية من الولايات المتحدة. وفي سنة 1970 حصلت على درجة الدكتوراه من ألمانيا في موضوع قياس ورقابة الكفاءة الإنتاجية للجهاز الحكومي. بذلت الدكتورة أمينة الحفني جهود في مجالات كتير من خلال جمعية الهندسة الإدارية اللي تأسست في مطلع السبعينات، وعملت مؤتمرات علمية كتير علشان تنشر علمها وتعرف الناس بيه. كانت الدكتورة أمينة بتنادي بتطبيق تعليم الإسلام على أساس علمي، يعني ندرب الطفل المسلم على انه يتشبع بسلوك الاسلام، فما يغشش في الميزان وما يكدبش وما ينافقش وما يهملش في شغله. واوضحت امينة اخلاق الاسلام اللي من شأنها زيادة الانتاج، واستشهدت بنماذج ادارية اسلامية من التاريخ زي امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي استطاع ان يدير شؤون جميع الولايات الاسلامية من مكانه. وعلشان تحقق الاخلاقيات دي شافت انه لازم يتحول الطفل المسلم لمصحف متحرك، مش بحفظ القرآن بس، ولكن بفهم اياته وادراك معانيه علشان ما تتعطلش فيه القدرة على الابتكار. الدكتورة أمينة ليها جايزة قيمتها 2000 جنيه كل سنة بتمنح لأفضل رسالة ماجستير تطبيقي في تخصصات الهندسة الإدارية، وبتمنحها جمعية الهندسة الإدارية. كانت الدكتورة أمينة بتشوف إن عدم وصول المرأة للمناصب الكبيرة في دول العالم الثالث سببه التخلف وليس عدم كفاءة المرأة، فعلى الرجل اللي بتكافح المرأة معاه علشان ترفع مستوى الأسرة إن يقدم لها هو حقوقها في الحياة ويقف جنبها. وهي دي كانت حكايتنا النهاردة عن نموذج من نماذج المرأة اللي تستحق التقدير، الدكتورة أمينة الحفني.